هنعمل النهاردة صينية البطاطس بالجمبري، ودي غدا سريع للمبتدئين وبسيط وسهل وناجح. يلا بينا على الطريقة. اول حاجة هسخن زيت على الطاسة، بعد كده هحط مكعب زبدة. مجرد ما يسيح هضيف معلقة كبيرة من الثوم المبشور او المفروم، وهسيبه لحد ما يصفر بالشكل ده. بعد كده هضيف كيلو من الجمبري غسلاه ومصفياه حلو. بعد كده هضيف البهارات، معلقة صغيرة ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، وهضيفهم على الجمبري واقلبهم كويس. بعد كده هحضر الخلاط وهحط فيه فلفل اخضر وطماطم و3 فصوص توم، وده اختياري، وقرن شطة حامي لو عايزاها حرة. بعد كده ده صوص نزل من الجمبري، اخدت منه فنجان وهحطه في الخلاط امشي بيه الطماطم مع شوية صغيرين من المية. هقطع ربطة كزبرة خضرة، ودي بتودي الصينية في حتة تانية خالص. بعد كده معايا مكعبات من البطاطس هضيفها للجمبري واقلبه، واضيف عصير الطماطم والكزبرة الخضراء اللي انا مقطعاها، وهقلبهم كلهم مع بعض واغطيها. بعد نص ساعة اشوف السوا بتاع البطاطس بالشوكة، هلاقيها استوت. هفتح شواية الفرن، والصينية هحط عليها مكعبات صغيرة من الزبدة او الزيت حسب المادة الدهنية المتوفرة عندكم. احطها تحت الشواية، وشوفوا هنا لونها اتحمر وبقى شكلها جميل ازاي. هقدمها مع الرز، وده هيكون احلى غدا وسريع جدا وجميل. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. كان معاكم ندى جمال، وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس.